نقدر نقول النادي المصري 48 نقطة، الطموح موجود، الأمل موجود، طموح التوأم لا ينتهي، الإسماعيلي 50 نقطة، الزمالك 51 نقطة. احنا في العادي لو خلصنا ماتشاتنا يعني هما زي ما قلت لك قبل كان احنا ناقص ماتشين او ثلاثة عن بعض الفرق يعني. فاحنا ان شاء الله يعني لو ربنا كرمنا والماتشين اللي هما المتأجلين حصلنا عليهم هنعدي الفرقتين. فبس احنا بنفكر ان احنا ان شاء الله يعني لان في كمان المشكله ان عندك قنوات او عندك اعلام ما بيجيبش سيرتك خالص ان انت موجود يعني، وحتى مدرب من ضمن المدربين فمش عامل حسابك. ما تعملوش حساب المصري مش مشكله، بس في الاخر زي كل سنه هتعرفوا ان المصري في المكان المناسب، المكان المحترم، المكان اللي تعب من اول الموسم لاخره، مش اللي جاي لقطه وبالصدفه والحاجات دي والكعبله اللي عمال يكعبله كتير وبعد كده هتيجي بالصدفه عشان اسمك بس. انما القصه كلها من اول السطر انت ماشي ايه؟ من اول السطر بتجتهد، بتعمل لعيبه، بتعمل شغل كويس في الملعب، بتطلع لعيبه لمصر الحمد لله، وده شغل حسام حسن. كابتن ابراهيم حسن مدير كوره بالنادي المصري، كابتن حسام حسن المدير الفني، النهارده شايفين النادي المصري بقى يأدي كوره للمتعه. هي دي اكتر حاجه حسام واحنا بنشتغل عليها، انك يعني احنا طلعنا بين الشوطين كان 2-0، حسام قال لهم انا زعلان يعني انا حاسس ان مش ده اللي انا عايزه. 2-0 الحمد لله كويس، بس انتوا ما كنتش في الشوط الاولاني بتحاولوا انك انت تسيطر من الاول وتشتغل من الاول وتدي فرصه ان انت ان ما تستغلش الفرص اللي ليك، وبتدي فرص للفريق المنافس ان هو يشتغل معاك ويتعبك. فده حسام كان فيه ده اللي كان مزعله بين الشوطين واتكلم فيها. الحمد لله اللعيبه نزلت برضو يعني كتر خيرهم. خبرات، انا ما بتكلمش عند في يعني مثلا ناديين اهلي والزمالك عندهم خبرات وعندهم بطولات، بس يعني انت فاهم، ولاعيبه بامكانيات عاليه كمان، ومع ذلك يعني ما انت فاهم عندهم يعني كتر خير اللعيبه بتاعتنا، كتر خيرها لسه الخبرات بتاعتها مش عند الفرقه اللي مثلا الاهلي والزمالك. فاحنا بنقول الحمد لله بقى، يعني انا راضي عليهم بس راضي عنهم، بس انا اهم حاجه ان هم زي ما احنا بنديهم خبراتنا ان انت لازم تفكر خطوه خطوه. الثلاث نقط مهمين، بتفصل بعد ما تخلص ماتش بتبتدي تركز في الماتش اللي بعديه سواء كان في الدوري او في افريقيا، لان انت مطلوب منك شايف الجماهير حاجه جميله يعني، مطلوب خلاص الجمهور عنده طموح، الجمهور طموحه بيجي بناء على الطموح بتاعك، فنفس الشيء فهو ده خلاص يعني انت لازم اللعيب يبقى ماشي بنفس السرعه بتاع الجهاز بتاعك فكره ونفس فكر الجمهور بتاعك، وده اللي وصلناه وده اللي نتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمنا خطوه خطوه لماتش افريقيا باذن الله. اشكرك يا كابتن ابراهيم.